بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي أبناء الصف الثالث الابتدائي، يا رب تكونوا بخير إن شاء الله رب العالمين. النهارده هنتكلم عن أنشطة عامة عن الفصل الأولاني. نقول الدعاء بتاعنا: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل اللهم الصعب إن شئت سهلا. نشاط واحد: اكتشف النمط ثم أكمل. تعال نبص هنا مع بعض: معين، مربع، معين، مربع، معين، مربع. يبقى إيه النمط بتاعنا؟ برافو عليك، معين، مربع، معين، مربع. تعال نبص على بعدها: مستطيل شكل خماسي، مستطيلين شكل خماسي، 3 مستطيلات شكل خماسي. ايه اللي اتغير هنا؟ شكل خماسي زي ما هو، لكن المستطيل كان 1 بقي 2 بقي 3. يبقى الجاي يبقى كام؟ يبقى 4. اقول له 1 2 3 4. الشكل الخماسي بتاعنا زي ما هو. بعدها 5 مستطيلات، ادي عندي 1 2 3 4 5، واعمل شكل خماسي. جيم 2 بعد كده بقوا 3 بقوا 4 بقوا 5 بعد كده هيبقوا 6. ادي عندي 1 2 3 4 5 6. هيبقوا 7. 1 2 3 4 5 6 7. ممتاز جدا. تعالى نعد هنا يلا: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. يعني دول 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7. دول ايه؟ دول 7. ايه اللي حصل هنا؟ النمط بتاعنا بيقل، يعني كانوا 11 بقوا 9 بقوا 7. يبقى الجاي هيبقوا 5، اللي بعدها ال هيبقوا كام؟ 3. 1 2 3 4 5. هنا عاوز 3 فاقول له 1 2 3. برافو عليك. نشاط 2: اكتشف قاعدة النمط ثم اكمل. 16 18 20. ايه اللي حصل للنمط بتاعنا؟ هو كل مره بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد كام؟ بيزيد 2. ال 20 زود لها 2 يبقى 22. 2 كمان 24. 2 كمان برافو عليك 26. 37 34 31. بيزيد ولا بيقل؟ ممتاز جدا، بيقل كام؟ السبعه بقت 4 قلت كام؟ قلت 3. طب الاربعه بقت 1 قلت برضه كام؟ قلت 3. يعني كل مره هنقلل ايه؟ قلل 3. 31 قل منها 3. ايه اللي قبل ال 31؟ 30 29. برافو عليك 28. ال 28 نقص منها 3. ال 8 نقص منها 3 تبقى كام؟ 25. ال5 نقص منها 3. برافو عليك يبقى 22. ممتاز جدا. اللي بعدها 88 77 66. بيزيد ولا بيقل؟ بيقل. طب بص 88 77 66 يبقى قبلها 55. ايوه 44. ممتاز برافو 33. 105 110 115 بعدها 120. برافو. يعني كل مره بيزود 5 زود 5 كمان 125. 5 كمان برافو عليك 130. ممتاز جدا. 7 بقت 14 وال 14 بقت 21. زادت كام؟ زادت 7. تعال نزود 7 كمان هنا على 21. 7 زائد 1 يبقى 8 يبقى 28. 28 في مخك حط 7 على صابعك. بعد 28 29 30 31 32 33 34 35. ممتاز جدا. 35 و7 35 36 37 38 39 40 41 42. ممتاز جدا برافو عليك. 196 186 176. هو كل مره بينقص كام؟ ركز كده برافو عليك بينقص 10. نقص من 10 176 يبقى 166. نقص 10 كمان 156. نقص 10 كمان 146. برافو عاش. تعال نخش على الجزء الثاني بعد كده يلا بينا.
نشاط 3 اكمل تمثيل بياني بالاعمده التالي ثم اجب. عندي هنا الرياضه والعلامات التكراريه، عاوز العدد. ادينا الرياضه التنس، كره القدم، والسباحه. التنس هنا العلامات التكراريه بتاعته، تعال نبص هنا، دول 5 6 7 8 9، فاروح كاتب ايه؟ اكتب 9. طب دي كره القدم، دول 5 ودول 5، 5 5، برافو عليك 10. السباحه دول كام؟ 5 5 و1، برافو عليك، يبقى 6. ممتاز جدا. دول كام؟ التنس قلنا كام؟ 9، فهنظل لحد 9، مفيش 9، يبقى التسعة بين مين ومين؟ بين الثمانية والعشرة. ممتاز، يبقى حد في النص كده، يبقى أظل لحد هنا. اللون الجزء ده كله أهو. كرة القدم كام؟ 10، ادي 10 لحد الجزء ده. اللون الجزء ده مع بعض، يلا. اللي بعدها السباحة 6، فين الستة أهي قصادها، ويروح مظلل الجزء بتاع لحد 6. ما الرياضة التي يفضلها أكبر عدد من التلاميذ؟ بص كده عليهم، أو بص على الأرقام هنا، من أكبر عدد فيهم؟ 10. بتاع إيه؟ كرة القدم. الرياضة بتاعتي كرة القدم. ممتاز جدا. ما الفرق بين عدد التلاميذ الذين يفضلون رياضتي التنس والسباحة؟ الفرق يبقى هنقص. التنس قد ايه؟ 9. السباحة كام؟ برافو 6. 9 ناقص 6، عد من الصغير لحد الكبير بعد الستة، 7 8 9، يبقى كام؟ 3. برافو عليك. نشاط 4، لاحظ التمثيل البياني بالنقاط التالي ثم أجب. بيتكلم عن عدد ساعات المذاكرة وعدد ساعات كل اكس تمثل تلميذ واحد. تعال نحل مع بعض، يلا. ما عدد التلاميذ الذين يذاكرون 4 ساعات؟ تعال نبص هنا، 4 ساعات كام تلميذ؟ تعال نعدهم كده مع بعض، يلا. 1 2 3، فبقول له 3 تلاميذ. ممتاز جدا. السؤال بعد منه، ما عدد التلاميذ الذين يذاكرون أقل من 3 ساعات؟ أقل من 3 ساعات يعني بيذاكروا ساعتين وساعة واحدة، يعني هأجمع اللي هنا الموجود هنا وهنا. الموجود عندي اللي بيذاكر ساعة واحدة طالب واحد بس، واللي بيذاكر ساعتين 3، يبقى له 1 2 3 4، يبقى هو له هنا 4 تلاميذ. ج، ما الساعات التي يتساوى فيها عدد التلاميذ؟ بص عليهم كده، عليهم اكسات قد بعض، مين ومين؟ 2 و4، 2 ومين و4، اللي بيذاكروا ساعتين وبيذاكروا 4 قد بعض في عدد التلاميذ، يبقى ده 3 وده 3. ما عدد الساعات التي يذاكرها أكبر عدد من التلاميذ؟ بص كده، من أكبر واحدة فيهم 5 ساعات. نشاط 5، أكمل الجدول وأنشئ تمثيلا بيانيا بالنقاط. هنا الطول بالسنتيمتر، العلامات التكرارية. الطول بالسنتيمتر عندي 10 و11 و12 و13 و14. عدد الأحذية، تعال نشوف مع بعض، يلا. ال10 كام علامة؟ برافو عليك 4. ال11 كام علامة؟ 1 2، يبقى 2. 12 تعال نبص هنا، دول 5 و1 يبقى 6، برافو عليك. 13 كام علامة؟ أدي عندي 5 6 7 8 9، برافو. 14 دول كام واحدة؟ 5، ممتاز. تعال نمثل الكلام ده. 10 قد إيه؟ 4، قال لي كل إكس تمثل حذاء واحد بس. 1 2 3 4. ال11 قد إيه؟ 2، فأقول له 1 2. 12 قد إيه؟ 6، فبقول له 1 2 3 4 5 6. ال13 قد إيه؟ 9، فبقول له 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 14 قد إيه؟ 5، فبقول له 1 2 3 4 5. ممتاز جدا. نشاط 6، اكتب الوحدة المناسبة لقياس الأطوال التالية: متر أو سنتيمتر أو مليمتر. الزرافة قيسها بإيه؟ طويلة هي، يبقى قيسها بإيه؟ ممتاز جدا، هقيسها بالمتر. النملة بالسنتيمتر ولا المليمتر؟ ممتاز، ملي متر لأنها صغيرة جدا. طب القلم؟ بالتأكيد سنتيمتر، برافو عليك. ممتاز. نشاط 7، اختر الإجابة الأقرب للصواب. علبة عصير 13 متر ولا 13 سنتي؟ برافو عليك 13 سنتي، مستحيل هتكون 13 متر يعني. ملعب كرة القدم 100 متر ولا 100 مللي؟ برافو عليك 100 متر. النحلة 7 متر ولا 7 مللي؟ ممتاز 7 مللي.
اللي بعدها قلم الرصاص 12 سم ولا 12 متر؟ ركز كده، برافو عليك، 12 سم. المسمار 12 متر ولا 20 مللي؟ برافو عليك، 20 مللي. الريشه الجميله دي 10 سم ولا 10 مللي؟ 10 سم. 10 مللي يبقى صغيره جدا. ممتاز جدا، برافو عليك. نشاط 8، استخدم المسطره في قياس الاطوال التاليه. تعال نبص مع بعض نستخدم المسطره بتاعتنا الجميله. يلا يا بطل، كم سم دول؟ 8. ممتاز جدا، اكتب 8. 8. تعال نقيس الثانيه، نقيس الحاجات بالسنتي الاول. دي تقريبا 6.5، بس انا هنا عاوز بالسنتي فاقول له هنا تقريبا يعني 6 سنتي. تعال نشوف بالسنتي، دي بالسنتي، تعال نقيسها برضه بالسنتي، نقيسها مع بعض. كم سنتي كده؟ برافو عليك 9، فبقول له 9 سنتي. تعال نشوف الملي، دي كام ملي؟ بص ادي 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 111 112 113. راح كاتب له 113 113. ممتاز جدا. تعال نقيس دي، ادي 10 20 30 40، ادي عندي 45 46 47 48 مللي. تعال نقيس دي، نثبت كده عند طرفها نحرك المسطره بتاعتنا. كام ملي؟ ادي عند 10 20 ادي 25 كده، ايه قصاد 29 بالظبط، اقول له 29. ممتاز جدا. نشاط 9، اكمل. 7 سم فيهم كام ملي؟ قلنا حول السنتي للملي. ازود كام صفر؟ برافو عليك، زود صفر واحد بس، يبقى 70 ملي. ممتاز. 40 ملي احول السنتي الملي اخر حاجه اللي احنا اتفقنا عملنا السلم وحكينا القصه بتاعتنا. قلنا بالنسبه لنا هنا في متر، في سنتيمتر، في مليمتر. من الملي للسنتي يبقى طالع، يبقى الاصفار هتزيد وهتقل، هتقل، يبقى كام؟ 4 سم. ممتاز. 9 متر للسنتي، متر للسنتي يبقى نازل، يبقى هي الاصفار هتزيد وهتقل، هتزيد. ازود كام صفر؟ المتر فيه كام سنتي؟ في 100، يبقى احط صفرين. ممتاز. 300 سنتي، سنتي للمتر، فاقل صفرين يبقى الحل 3. ممتاز جدا. تقييم على الفصل الاول، اختر الاجابه الصحيحه. قاعده النمط 16 21 26 31 36 هي. تعال نبص هنا، النمط بتاعنا هيزيد لان لاحظنا ال 16 بقت 21. طبعا تشوف هو زاد قد ايه. بعد ال 16 17 18 19 20 21، يعني زود 5، فبقول له النمط زائد 5. ممتاز. 70 مللي فيهم كام سنتي؟ قلت لما احول الملي للسنتي الاصفار هتقل، فبقول هنا ايه؟ 7 سنتي. ج، طول قلم المقابل يساوي كام مللي؟ تعال نجيب المسطره بتاعتنا ونقيس كده. ثبت كده، تقريبا هنا ايه؟ 18، فاقول هنا ايه؟ 18 مللي. ممتاز. 90 سم و9 مللي، لازم احولهم هنا ايه؟ اخليهم نفس الوحده. طب احول المتر للسنتي، يبقى هزود له صفرين، يبقى 900 سم. مين اكبر؟ طبعا ال 900. ممتاز جدا. 2، باستخدام جدول العلامات التكراريه انشئ تمثيلا بيانيا بالاعمده ثم اجب. هنا نوع العصير: المانجو، الفراوله، البرتقال. تعال نشوف عدد المانجو قد ايه. انا عندي هنا 5 وهنا 5، يبقى 10. ممتاز. الفراوله هنا 5 6 7. البرتقال تعال نشوف العلامات هنا قد ايه. ادي هنا ايه؟ 5 و1 يبقى 6. اول حاجه المانجو قد ايه؟ الحد ال10، فهنظل لحد 10، يعني هنظللها كلها. الفراوله قد ايه؟ 7. طب فين السبعه؟ مفيش 7 هنا، فالسبعه بين ال6 وال8، يعني في النص هنا. البرتقال قد ايه؟ 6، فهنظل لحد ال6، ادي ال6. كم عدد الافراد الذين يفضلون عصير الفراوله؟ يفضلون عصير الفراوله 7 ايه؟ 7 افراد. كم يزيد عدد الافراد الذين يفضلون عصير المانجو على البرتقال؟ يزيد، يبقى هطرح. المانجو قد ايه؟ 10. البرتقال قد ايه؟ 6.
نعد من الصغير لحد الكبير بعد الستة، 7 8 9 10، يبقى كام؟ 4. ممتاز جدا. 3. البيانات التالية توضح مدخرات بعض التلاميذ بالجنيهات. تأمل البيانات وانشئ تمثيلا بيانيا بالنقاط. مدخرات بعض التلاميذ بالجنيهات 70 80 90 100. كل اكس تمثل تلميذ واحد. تعال نشوف هنا ال 70 كام واحد، فاقول لنا 1 2 3 4. في 70 تاني؟ لا، فاقول لنا 4 اقول له 1 2 3 4. ال 80 يلا عد معايا، ادي 1 2 3 4 5 6. فاقول له 1 2 3 4 5 6. ال 90 كام واحدة؟ 1 2 3. فاقول له 1 2 3. ممتاز جدا. 100 كام؟ 1 2 3. فبقول له 1 2 3. احنا كده خلصنا الدرس بتاعنا. ربنا يفرحكم واولادكم دايما. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.